السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ أنا قلت النهاردة بقى ايه يا ولاد؟ النهاردة عايزين نعمل شوية قراقيش كده. يعني الدنيا حر، اللي عايزة تفطر بطبق قراقيش كده الصبح، اللي عايزة تتعشى بيه بالليل، حاجات خفيفة، لا منها زيوت ولا منها تقالي ولا الكلام اللي احنا ايه تعرفين الحر الناس مش طايقة حتى نفسها. فقلنا نعمل شويه قراقيش حلوين دايبين كده يدوبوا ببقك، مع كوبايه حليب بالليل، كوبايه حليب الصبح، شاي، اي حاجه. دول معايا 2 كيلو ونص دقيق. انا هحط اللهم صل على النبي على كيلو دقيق معلقتين سمسم. اهم حاجه السمسم يكون متحمص. اهم حاجه ايه؟ السمسم يكون متحمص. وده اللهم صل على النبي سكر اهو. هحط برضه على كل كيلو معلقتين. ماشي. ماشي معايا كيس بيكنج باودر. انا الدنيا حر، انا هحط كيس على الاتنين كيلو ونص. وهحط معلقه خميره واحده. ومعايا فانيليا اهي، حطيت ايه 2 باكو فانيليا. لو عندك سايله حط معلقه سايله. يوندرستان. والخميره برضو الدنيا حر. انا هحط معلقه واحده صغيره اهي. مش هكتر، لان الدنيا حر، ده خمر مسافه 5 دقايق. اه والله. عندي سمنه بلدي وعندي زيت، اللي يعجبك اعملي بيه. عايزه تعمليها بزيت صافي اعملي، عايزه تعمليها بسمنه صافي وتبقى ناشفه حلوه اعملي، عايزه تعمليها بزيت وتبقى يعني معقوله شويه طريه مش ناشفه قوي اعملي. ومعانا رشه ملح وهتنسيها. ومعايا لبن للعجن. بس كده. انا معايا كوبايه هعاير به. طبعا انتوا عارفين ان الكيلو بياخد كوبايتين او كوبايه ونص، تبع ما انت حابه السمونيه بتاعتها. انا خليت البلد، يعني قسمت البلد بلدين. عملت مثلا النص، او حشت مثلا بدل ما هم كوبايتين خليتها كوبايه ونص. اهو. انا هحط كوبايتين سمنه وكوبايتين زيت. ماشي. كوبايتين سمنه وكوبايتين زيت، يعني كوبايه ونص لكل كيلو. ماشي ماشي. والنص كيلو اللي لسه رحت حاطه له كوبايه زيت. تمام كده تمام كده. يعني احنا وصلنا اهو كوبايتين سمنه. كده تمام كده تمام. نسمي الله برضو ونعاير كوبايتين زيت. يعني حطينا 4 كوبايات لل2 كيلو دقيق. يو اندرستان، ركزي معايا كده، يعني الكيلو خد كوبايتين الا حاجه. ماشي ماشي. عشان نسمي الله بقى وهنبسسها تبسيس ايه بقى، تبسيسا مجرحا. يعني ايه؟ همزل عليها حدتك بتتك ابسس فيه لغايه ما تبقى عامله زي عجينه الكحك كده. ان الدقيق والسمنه والزيت كله يتجانس مع بعضه، بمعنى ان مفيش تلمحه سفايه الدقيق لسه باينه. ماشي. انا كده بصوا، لا ده انا هقفل التليفون واقعد وادن بسي فيها. انا بوريكم الطريقه اهو. بسي فيها لغايه ما المحشي الدقيق دي اي اثر. عشان خاطر ايه يا حبايبي؟ عشان خاطر يبقى عسل. احنا اتفقنا لو عندك زيت اعملي بزيت، عندك سمنه اعملي اللي يريحك، عايزه تعملي من ده على ده زي ما انا عملت اعملي اللي يريحك. بس حاجه في البيت بتعملها لاولادي، حتى يومين المدارس اما تعملها لاولادك تديلهم شويه في البوكس بتاعهم بتاع المدرسه ده، ياكلوا منه في المدرسه. رايحين برضو درس، رايحين رحله، رايحين مصيف، اي حاجه بتنفع في اي وقت. ما انتش مزاج ليكي للاكل ولا حاجه، تعملي برضه اهو كوبايه شاي. شايفه اتبسست ازاي؟ هاتلي كده كوبايه سفاد دي باينه. معايا لبن جماسي بخيره، والقشطه على على وشه ازاي. سمي الله بقى واعجني. انا ما اقدرش اقول لك هو خد قد ايه حليب، لان في دقيق بياخد سوائل ودقيق لا. في دقيق بياخد كوبايتين مثلا حليب الكيلو، وفي دقيق بياخد كوبايه، وفي دقيق بياخد كوبايه ونص. ماشي ماشي. يلا طب احنا كده متفقين ان السوائل بتبقى تبع ايه نوع الدقيق. اعجن بقى بص ما شاء الله اهو. يلا. تستغفري وتشهدي على عجينك كده، وتقول استغفر واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا عجين زيت في عجاني زي ما زدت في فداني، يا عجين لفلوف زي ما لفت النعجة على الخروف. دي كان الكلام ده يا ولاد بتاع ستي وستك وامي وكلام جماعة اللي فيهم بركة بتوع زمان دول. هم اللي كانوا بيقعدوا يقولوا الكلام ده، احنا حافظينه من معاهم يعني. عشان ما حدش يقول لي بقى في التعليقات ايه يا ام حسام ده كله ده جهل ومش عارف ايه. يا اختي قولي، هو ايه الشهادة فيها كان وماني؟ الشهادة على اي حاجة بتعمليها. سمانا الله. وعجينه خلص اهو. هحطه بقى على جنب يخمر.
يا دوبك بلف لفة في الشقة، إذا كان لك انت عايزة طبق يتغسل، الحلة بتاع اللبن تروحي تغسليه، تغسلي الكوباية بتاع السمنة، هتيجي في ثواني تلاقي عجينك خمر. الله أكبر يا خالة، قمر عجينك خمر. شفتي؟ ما شاء الله. هاجي بقى أقطع قطع كده زي ما عم أعمل، وأروح أسمي الله وهعمل. هي مطلوبة مني من غير عجوة، يعني أنا هعملها النهاردة من غير عجوة أو ملبن أو أي حاجة أنت بتحطيها، ما يتحطش فيها العجوة يعني. بس وفي ناس تحطها في ملبن زي المنين كده بالعجوة وبالملبن. لا، انا اتعمل مطلوبة سادة. ماشي. يلا نسمي الله ونبدأ بقى. انا بفردها اهو، وتتحكمي بقى فيها. دايما ما تخليهاش تخينة قوي، لان هي بتخمر، يعني بتخمر بترفع منك. اهو سوي بقى يا عسلية كده. ايوه، قطعي الصوابع. او اسوي الجناب الاول كده تمام اهي. بسوي الجناب واروح مقطعه بقى اهو. دي كله طبعا ما بترماش، بيرجع في العجين وتقطع تاني اهو. شايفه؟ حلو قوي كده. وارص في الصاج، واكون حاميه فرني. تحمي فرنك بقى على نار حاميه وتحط في الرف الوسطاني. بس احنا بنسيبها ترتاح بره شويه، يعني انا ما بخلصهاش كده وازقها في الفرن على طول، لا، انا بسيبها ترتاح بره شويه، يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعة. انتوا عارفين الجو حار، يعني بدل ما انت بططتها والخميرة عملت، لا، بسيبها ترتاح شوية، يعني تريح واروح مدخلة الفرن على طول. يو اندرستان؟ ركزي معايا كده. ايوه، هعمل ادني ماشية بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل العجينة بتاعتي بنفسها، ولغاية ما املى الصاجات بتاعتي. دايما هقولك على حاجة، الصواني الألمونيا بتدي نتيجة أحلى في أي مخبوزات، يعني بمعنى الصاجات التانية بتلسع الحاجة، او لو انت ما انتش ليكي خبرة في الخبيز بتخونك، او لو انت ظابطة فرنك وغدر بك، لا لا. فدايما انصحك نصيحة، دايما تخبزي في الصواني الالومنيوم. اشتري صواني مخصوص على قد الخبيز زي ما انا عاملة كده، تطلع معاكي بصراحة جميلة. ماشي. ماشي اهي. هبطط برضو واساوي اهو، وارجع اقطع صوابع وارص في الصاج، وعلى قد ما تقدري ما تخليهاش تخينة، عشان خاطر هي لسه هترفع وتنفخ. ماشي. ايوه، اظبطي فرنك بقى. انا بظبطها على درجة حرارة يعني 180 كده، او بعلي فرن لغاية ما هي، واروح مهديها الفرن عشان يعني تنشفها شوية. ماشي. ماشي. اهو بقطع واظبط زي ما انا عايزة اهو، وارجع اقطع بقى صوابع. كل حاجة انت بتتحكمي فيها، ايدك بتتحكم في اي حاجة قدامك. ماشي. بتشوفي الحاجة بنظرك وتظبطي، عايزة تعمليها رفيعة زي دي، عايزة تعمليها عريضة، انت براحتك، انت اللي هتاكلها انت وولادك. اهم حاجة تعملي حاجة زي دي لولادك في البيت. يلا ما نشوف اللي هتشجع مين، وتكتب لي في التعليقات ان انا قمت عملتها على طول يا عسلية لعيالي، نبقى هيتبسطوا منك. على الاقل تطبخهم على المجايب، الحاجات اللي بره شيبسي والكلام الفاضي اللي في المحلات ده. ماشي اهو. ظابطه فرني. تعالوا بقى يلا نخلص وندخل. اهو ادى ساقطين طلعوا من الفرن هم، ما شاء الله. تعالوا بقى موريهم لكم، شوفوا خبيزهم، شوفوا عسل ازاي. اه، ادي القراقيش اللي انا خلصتها ودخلتها في الفرن. ما انا طبعا الصواني بتفرق معايا، بدخل جزء على بال ما بقرب اخلص بيكون جزء اتخبز، وانتوا عارفين ان الدنيا حر. تعالوا بقى نشوف اللي احنا خلصناه مع بعض يا شيكاليتا. الله اكبر، عسلية خلصت القراقيش بتاعتها اهي. شفت القراقيش وجمالها؟ حاجه كده سهله وبسيطه. يلا يا شيكاليتا، قومي يا حبيبتي قلبي اعملي لعيالك شويه قراقيش في البيت، هيتبسطوا منك. تنسيش بقى تدعي دعوه حلوه من قلبك لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. بص القراقيش ناشفه من قلبها وزي الفل ازاي، وعسل اهي. مقاديرها معاكم واحدة واحدة، والتسوية بتاعتهم واحدة واحدة مع بعض. ايوه يا شيكاليتا، شايفة ارضيتها، شايفة وشها. يلا ندعي لكل مريض ان ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسوش عسلية معاكم بالدعاء، لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. ما تنسونيش معاكم. يلا يا شيكاليتا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبذة مع بعض نشوف القراقيش.